وده من أعظم فضائل الزواج، إنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الدين بتاعنا دين واقعي، مفيش حاجة اسمها أنا هنكب على كذا، لا وفين شغلك؟ أنا هنكب على ما اعرفش إيه، طب وفين حياتك الاجتماعية؟ أنا محتاج إن أنا يكون عندي توازن دائما ما بين حياتي الاجتماعية، حياتي العبادية، بين مسألة الفلوس، مسألة الترفيه، مسألة الزواج، مسألة الأولاد، مسألة الشغل، أي كل حاجة لازم تكون موجودة في حياتي بنظام معين يضمن لي التوازن ده احيانا بيختلف بعض الاوقات، مثلا وقت الضغط بتاع امتحانات، وقت الضغط بتاع مصاريف، وقت الضغط بتاع كذا، ولكن بضغط عشان خاطر اواكب هذه المرحله وارجع تاني، ارجع للتوازن قدر المستطاع، وهو ده المطلوب مني. فلما تيجي تبص على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، سنه النبي صلى الله عليه وسلم بتقول لك اتجوز. ذلك من اعظم النوايا اللي لازم اي واحد بيتزوج ان هو يعملها، ان هو يعقد قلبه عليها، ان هو ينوي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بان يتزوج.